اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. في حلقة النهاردة احنا رجعنا بمراجعة جديدة، والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو الرجل الرابع. قبل بس ما نخش في الحلقة يا ريت تعملوا لايك وتشاروا الحلقة في كل مكان، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا ويلا بينا نخش في الحلقة. أهدى لوكيشن في العالم. فيلم الرجل الرابع بينتمي لنوعية الكوميديا، والفيلم نزل يوم الأربع اللي فات على منصة شاهد VIP، ومن بطولة عمرو عبد الجليل وحمدي المرغني وياسر التوبجي ومحسن منصور ونجوم تانيين، ومن تأليف وإخراج محمود كامل، واللي قدم لنا أعمال زي فيلم الصندوق الأسود وبنات ثانوي وعمار. قصة الفيلم من غير حرق بتدور عن مخرج شاب بيحلم إنه يقدم فيلم ليه رسالة وهدف، وبنشوف إن أصحابه بيكلموه عشان يخرج فيلم هابط، وهو بيوافق على ده لانه مش لاقي شغل، وبتتوالى الاحداث عشان نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. اول ميزة الفكرة. الفيلم كان بيناقش صناعة الافلام الهابطة وكواليسها، وبصراحة الفكرة دي كانت جامدة جدا ومثيرة للاهتمام. ليه؟ لاننا عايشين في الواقع ده، وفعلا احنا طول الوقت بنشوف افلام هابطة ولا ليها اي لازمة، وبنستغرب ليه الافلام دي اتعملت. فالفيلم كان بيناقش الموضوع ده، فالفكرة كانت حلوة جدا، بس للأسف التنفيذ زي الزفت. وانا بصراحة زعلان جدا على الفيلم ده، لانه كان بيمتلك فكرة ممكن تخليه من افضل الافلام الكوميدية اللي نزلت اخر 10 سنين، والله فعلا مش ببالغ. بس التنفيذ، وطبعا احنا هنتكلم عنه في العيوب. تاني ميزة، ودي ميزة بره الفيلم بس انا عايز اقولها بصراحة، وهي ان الحمد لله الفيلم منزلش هنا في مصر. يعني انا قبل ما اتفرج على الفيلم اكتشفت ان هو نزل قبل ما ينزل على شاهد VIP، نزل في دول الخليج تقريبا من شهر او شهرين، وما عملش اي نجاح ولا حقق ايرادات ولا اي حاجة. فالحمد لله ان الفيلم منزلش هنا، لان انا بصراحة كنت ناوي ادخله، لان اولا فكرة الفيلم كانت عجباني، ثانيا قلت ده الفيلم من بطولة عمرو عبد الجليل وحمدي المرغني وياسر التوبجي، يعني هنشوف كوميديا على اعلى مستوى، وانا بحب جدا عمرو عبد الجليل وبرضه بحب حمدي المرغني. فالحمد لله انا فلوسي حلال، الحمد لله ان الفيلم منزلش هنا في مصر. طيب كده المميزات خلصت، وما تستغربوش هي فعلا المميزات خلصت. فنخش في العيوب. اول عيب الموسيقى التصويرية. اكتر حاجة ضايقتني في الفيلم يمكن اكتر من السيناريو ومن الكوميديا، الموسيقى التصويرية يا جماعة كانت مزعجة في الفيلم بشكل مش طبيعي. اللي شاف الفيلم هيفهم كلامي وهيصدقني. يعني في مشاهد في الفيلم، مشاهد ايه ده، الفيلم كله الموسيقى التصويرية صوتها كان اعلى من صوت الممثلين. في كلام كتير جدا انا ما كنتش ببقى سامعه بسبب الموسيقى التصويرية، صوتها كان عالي قوي ومش حلوة وتوظيفها غلط. فمش عارف بصراحة مين اللي عامل الموسيقى دي، موسيقى مزعجة ووحشة جدا. تاني عيب الكوميديا. الفيلم خالي تماما من الكوميديا. يعني الفيلم كان عنده فكرة زي ما انا قلت لكم في المميزات تخليه من افضل الافلام الكوميدية اللي نزلت اخر 10 سنين، بس للأسف الفيلم اعتمد على الإفيهات، وكل الإفيهات اللي في الفيلم قديمة ومش بتضحك. مش بتضحك حتى عيل صغير في تانية ابتدائي، مش بتضحك فعلا. تالت عيب الإخراج. مفيش إخراج، مفيش تصوير حلو، مفيش كادرات، مفيش زوايا تصوير، مفيش مواقف كوميدية اتنفذت صح، توظيف الممثلين في الضياع، حركة الكاميرا طول الوقت كانت بتتهز مش عارف ليه. يعني وانا بتفرج كنت حاسس ان الفيلم ده من غير مخرج، مع كامل احترامي للمخرج محمود كامل، بس فين بصماتك؟ انا مش لاقي اي حاجة. رابع عيب السيناريو. ليه؟ ليه بجد انا حزين؟ عندك فكرة ب1,000,000 جنيه استغلها بقى يا راجل، قدم مواقف كوميدية. وايه الايقاع المنيل بنيلة ده؟ الفيلم ساعة ونص، اقسم بالله العظيم كنت حاسس ان هو 4 ساعات من كتر الملل. مفيش كوميديا. ضيوف الشرف مش عارفين نستغلهم، كان عندنا سليمان عيد ومحمود البزاوي ومحمد ثروت. مفيش مفيش اي حاجة، الايقاع زي الزفت، تسلسل الاحداث وحش. انت رايح تعتمد على الافيهات، ما تعتمد على المواقف الكوميدية. يعني الفيلم بيدور عن صناعة فيلم هابط،
المفروض بقى يبقى في مواقف كوميدية في الكواليس وأثناء تحضير الفيلم وأثناء عرض الفيلم. فين كل الكلام ده؟ السيناريو كان في الضياع. يعني أنا لو جالي كده الفكرة بتاعت الفيلم وقالوا لي اكتب سيناريو عن الفكرة دي، والله العظيم هكتب سيناريو أفضل من اللي أنا شفته. خامس عيب، الأداء التمثيلي. الكل كان في أسوأ حالاته، وأنا مقدر ده، لأن أولا الورق ما كانش مساعدهم، كتابة الشخصيات ما كانتش مساعداهم، كل ظروف الفيلم ما كانتش مساعداهم. يعني عمرو عبد الجليل وحمد المرغني وياسر الطبي ومحسن منصور وكل الممثلين كانوا بيحاولوا ان هم يرتجلوا، وللأسف الارتجال ده ما جاش معايا بضحك خالص. بس كده العيوب خلصت، نخش على التقييم النهائي. تقييمي لفيلم الرجل الرابع هو 3/10، والتلاتة دي عشان الفكرة بس، إنما للأسف الفيلم لا يستحق المشاهدة تماما. هتضيع وقتك، فبلاش تتفرج عليه، واللي شافه ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا لكم على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.